محمد عبد الرحمن مفتش في وزارة الآثار ليه حكاية عن سرقة الآثار أيام الثورة، وهنحب نعرفها سوا مع بعض معاه. يلا بينا نشوفه. ازيك؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ انت مفتش في وزارة الآثار. يعني ايه؟ قول لنا طبيعة المفتش في وزارة الآثار، يعني ايه مفتش في وزارة الآثار؟ كتير مننا ما يعرفوش. هو شغلة مفتش الآثار بتبقى كمصطلح أو كلقب بيبقى في المناطق الأثرية، بيقوم بعمل الحفاير لاستخراج الآثار من باطن الأرض، ويبتدي إن هو يديها وصفها ويديها الديتيلز بتاعتها تفاصيلها، ويعني كل ما يرجع لهذا الأثر، الملك مين، عصر إيه، والكلام ده كله. تمام. وزاد إن هو إحنا بنحافظ على الأثر. أنت ليك قصة عن سرقة الآثار، وإن أنت رجعت قطعة من الآثار اللي اتسرقت رجعت تاني المتحف الوطني، أنت كنت السبب في ربحها. احكي لي القصة يا فندم. هو الموضوع بدأ يوم 28 يوم جمعة الغضب. كان في شباب المصريين خارجة علشان تنادي بالاستقلال والحرية وتحرير البلد. يعني كانوا خارجين بطريقة إيجابية. تمام. في ناس تانية كانت لسه بداخلها الفساد وبتنادي الفساد، وهي بتدور بتبحث بس ازاي ان هي تطلع بأكبر غنيمة وفي ظل الفوضى وظل الوقت اللي كان موجود. ما كانش غياب الامن اللي كان موجود. فمن ضمن الناس اللي كانت جايه تشتغل في الوزاره جه احد الافراد جه وكان بيطلب عن وظيفه، فان هو كان بيبتسم فيها خير، ان شايف ان انا بساعده وان انا يعني كويس معاهم وكده. فابتدى ان هو خد رقمي وان هو بقى عشمان ان انا اساعده ان هو ربنا يكرمه في شغلانه والكلام دوت. تمام. وبعد ما كلمك في التليفون عملت ايه بقى معاه؟ هو اتصل قال لي انا كنت عايز اقعد معاك، كان في موضوع مهم عايز اقعد معاك. قلت له اتفضل تعالى المكتب في اي وقت يعني. فجه اتكلم معايا في الوزاره. كانت الايام ديت كانت وقت ما الوزاره الاولى بعد الثوره، هي بتاعت الدكتور احمد شفيق، وكان في يعني حبه اضطرابات كده. فقال لي انا عايز اكلمك في موضوع، وانا شايفك ان انت شاب ولسه قدامك مستقبلك، وان انت محتاج تكون نفسك، وان شاء الله في موضوع خير لو مشينا فيه ربنا هيكرمنا فيه وهيبقى حاجه كويسه لينا يعني. الموضوع انا استشفيته بس ما قدرتش يعني. قلت له ايه يعني الموضوع؟ قال لي طلع لي الموبايل بتاعه مصور بعض القطع الاثريه اللي اتسرقت من هنا. فبيتكلم معايا بيقول لي انا والله عايز اعرف اذا كان القطع الاثريه ديت هل هي دي قطع اثريه فعليه اوبجكت، يعني حاجه ماستر يعني، ولا ان هي ولا تقليد والكلام ده. فقلت له والله انت فاجئتني بالموضوع ده، انا مستغرب موقفك، انت ازاي ان انت جاي عايز تشتغل في الاثار، وازاي ان انت بتتكلم عن قطعه مسروقه وان انت عايز تعرف اذا كانت مسروقه ولا كده. يعني انت بتتكلم الشيء ونقيضه، يعني ما ينفعش. احنا اتعلمنا ان احنا كمفتشين اثار احنا نحافظ على الاثر، لكن انت كمصري يعني بلاش اثري، انت كمصري يعني انت عايز ازاي تعمل كده، وفي وقت الناس كلها عايزه تتحرر والناس عايزه تبقى كويسه، انت عايز تبقى ليه كده؟ قال لي لا والله ده بس ده هي فرصه العمر مش فرصه العمر، بس انا مش عايز اكتر من ان انت تقول لي ايه اصليه ولا مش اصليه. فانا يعني معنى كلامه ان كان في حد تاني هو اللي مديله القطعه. مش هو ده الشخص، لا. هو كان داخل بدور وسيط والكلام ده. المهم قعدنا نتكلم شويه ان انا حاولت اقنعه مفيش. فانا القطع كان ليا فيه درايه يعني بحكم شغلتنا وبحكم المكان اللي انا فيه في مكتب المشرف الاثري، فاحنا يعني اي يعني حاجه متعلقه بالاثار بتبقى عندنا في المكتب. فالقطع دي يعني كنا عندنا درايه بيها ان هي من ضمن الحاجات المسروقه. تمام. فانا قلت له والله القطعه دي مش اصليه، رغم ان انا عارف ان هي اللي مسروقه. قال لي ازاي؟ اتاكد بس كويس. قلت له لا مش اصليه. قال لي لا اتاكد. قلت له لا هي مش اصليه، انا بقول لك هي مش اصليه. قال لي ازاي؟ المهم انا قعدت اقول مش اصليه، يعني انا عايز اطلع منه باي معلومه. قال لي ازاي؟ ده اللي جابها من المتحف المصري. كلمت الدكتور رمضان بدري المشرف الاثري لمكتب وزير الاثار، وابتدينا ان احنا نتكلم. قلت له يا دكتور والله انا عايز حضرتك، قلت له عايز حضرتك في موضوع وكده. قال لي يا محمد انت شايف الاضطرابات اللي في الوزاره، يعني مش وقت يجينا نتكلم. قلت له انا عايزك في موضوع مهم يتعلق بالمتحف المصري والقطع الاثريه. قال لي في ايه؟ قلت له القطع الاثريه اللي تم سرقتها من المتحف المصري عارفها؟ قال لي ما احنا عارفين. قلت له طيب ايه رايك؟ مش هي دي؟ خدتها انا طبعا على البلوتوث. مش هي دي؟ خدت فيديو. تمام.
قال لي ايه ده انت وصلت لها ازاي؟ قلت له انا وصلت الاول كانت منها، فاحنا ممكن نساعد ازاي ان احنا ايه نرجعها. تمام. الخطه ان انا اجاري الشخص ده. تمام. وان ابتدوا يفهموني ازاي عمليه الاتجار في الاثار، ازاي الاسئله اللي هي المستشاعه، كان بحكم شغلهم هم عارفين الكلام اللي بيجرى. ابتدوا يحفظون، قالوا لو مثلا سالك كذا تقول له كذا كده. تمام. فقعدنا عملوا الخطه وطلب مني قال يا محمد انت اللي هتنفذ الخطه دي. تمام. فانا الاول قلقت شويه، فقلت له يعني، قال له ما ينفعش، هو لما يتكلم معاك انت وتطمن لك، فانت لازم انت اللي تجريه عشان انت تكمل، عشان ما يحصلش اي فجوه في الموضوع. تمام. وقعد الصور، قلت له طب اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي انت المطلوب منك دلوقتي تشوف القطعه الاثريه هي نفس القطعه اللي انت اللي مصورها ولا لا، عايزين نشوفها هي نفسها ولا لا، عشان ممكن يكون بدلوها الكلام ده. وقلت له خلاص ماشي، اتصلت بيه قلت له انت فين؟ قال لي انا في دار السلام. قلت له طب خلاص انا عايز اتقابل معاك عشان محتاجك ضروري. جالي هنا في ميدان التحرير. تمام. قعدنا مع بعض شويه، قلت له والله انا فكرت في الموضوع ولقيت ان هي صفقه وما ينفعش تبيع. فاتصل بالشخص بقى اللي هو دخل المتحف المصري وكانت معاه القطعه. تمام. قال له ده محمد عبد الرحمن عايز يجي يبص على القطعه. قال له لا احنا ما اتفقناش، وازاي ان هو يبص على القطعه لازم يكون متفق معاه. فانا خدت منه الموبايل، قلت له والله يعني احنا طبعا بعد الدرس انا خدت من شرطه السياحه فاهمان، قلت له والله احنا علمونا في الشغلانه دي ان احنا ما يبقاش فيه كلام كتير، احنا نعمل شغل يبقى فيه فعل لكن كلام لا. قال لي طب انت شايف؟ قلت له انا شايف ان اشوف القطعه دلوقتي عشان ما يبقاش فيه مهاترات ويبقى في حد شايف تليفونات والكلام ده. قال لي خلاص. المهم رحت المتحف، رحت معاه على دار السلام. ابتدى ان هم مشوني لففوني ساعه كده عشان ما اقدرش احفظ المكان. تمام. بس في الاخر عرفت ان المكان قريب جدا من على الكورنيش وعرفته بسهوله. حاجه من الحاجات قعدنا قابلت اللي داخل المتحف. المهم قعدنا نتكلم مع بعض شويه، فهو قال لي ابتدى بقى ان هو يخوفني، انت ما خد بالك ان القطعه ديت لو دي بتاعت حد، انت لو ما مشيتش بالموضوع دوت واتكلمت فيه بجديه انت ممكن تتعرض للخطر، انت ممكن تتقتل، يعني تهديد. قلت له والله انا مش محتاج الكلام دوت، فانا محتاج ان انا ابص على القطعه دي. قال لي القطعه موجوده، انا حضرتك كنت في دار السلام. تمام. قال لي القطعه موجوده في منطقه في مصر القديمه عندي الراجل اللي هو اساسا صاحب الحج، وده راجل تاجر مخدرات وتاجر سلاح واكل قتله والكلام دوت، وابتدى ان هو يخوفني منه. قلت له ماشي، طب انا دلوقتي هشوفها ازاي؟ قال لي انا هروح، انت خليك قاعد هنا. عملت كده البوليس عند رقبتك يعني، هو كان متابعك؟ هو متابعني، هم انا خلاص اتفقت معاهم ان هم متابعيني. تمام. لكن هم مش عارفين لا بالظبط. يعني ده شغلهم. فكان قعدنا نتكلم مع بعض شويه وكده، خلصنا. فراح هو على مصر القديمه ان هو يجيب القطع، فخد 5 دقايق رجع دخلني بيت مهجور. طلعت دي نفس الاوضه اللي وراني فيها القطع هي نفس الفيديو اللي متصور فيه، وده لو دليل يدل ان البيت نفسه ان الحاجات دي كانت مستقره في البيت ده. برضه ما حسستوش انا خدت بالي، لان كنت بحاول انفذ استنتاجات، بقيت ان انا اشغل وتجمعها مع بعض. فانا وريته انبهاري انت ازاي جبت القطعه دي، ده انت دخلت متحف مصر ازاي؟ الناس كلها قاعده بتتحرر دخلت ازاي؟ فابتدى ان هو قال لي ان هو قال لي ان هو يوم جمعه الغضب كان قاعد هو واصحابه يتفرجوا على التلفزيون ويشوفوا الموقف في ميدان التحرير ايه. ابتدى ان هو يحكي لي يقول لي ده لقى مخرج اتكلم على بعض القنوات المصريه. هو مشكورا كان خايف عن الاثار، ولكن البعض يا جماعه الحقوا المتحف عشان المتحف ما فيهوش امن. الدعوه بتاعته دي يعني خلت الناس تيجي تفيه، وفي نفس الوقت خلت في ناس ثانيه تسرق بالظبط. جينا بصيت عليه قلت لهم وريتهم انبهاري ان انتوا جبتوا القطعه دي ازاي، وان دي فرصه. ما اديتهمش لا ما اديتهمش، حتى ان هم اتضايقوا مني ان انا طب ليه انت ومش عايز تقول. قلت لهم والله طبعا انا واخد تعليمات من المباحث ان انا لازم ابقى راجل كخبير، لازم ابقى مثمن، لازم اخد فلوس، لازم اتكلم بسمع ان انا بحب الفلوس. بالظبط. فقلت لهم والله انا عشان اديكم اي معلومه لازم تحطوا لي كذا. وكان كذا كان قلت لهم لا ده كان 50,000 كانت حاجه غلط. المهم قعدنا نتكلم شويه، فحاولت ان انا اوريهم انبهاري ان انا معجب باللي هم عملوه، وان انتوا كده انتوا ممكن ان انا اعرف ناس ان احنا ممكن نخليكم تشتغلوا في حاجه زي كده كبيره، بس انا عايز اعرف انتوا عملتوا كده ازاي.
وابتدى بقى يحكي لي بالتفاصيل دخل ازاي، ان هم كانوا 6 افراد ما يعرفوش بعض، يعني ده اللي اتقال ما يعرفوش بعض. 6 افراد اتقابلوا هنا هدفهم واحد، ان هم يسرقوا، هدفهم سرقه المتحف. قال لي طب انت الحاجات دي تكمل مثلا؟ قلت له والله انتوا شايفين انتوا عايزين كام؟ قال لا انت المفروض ما تسالناش كده، يعني انت المفروض انت جاي هتكمل. قلت له لا، ما قلت لكم عايزين اتمم بمبلغ، اخد المبلغ ده ملوش دعوه بالتتميم. تمام. لكن انا عايز اعرف انتوا دماغكم فيها ايه. تمام. فهو راحوا باصين لبعض، راحوا مش عايزين يقولوا ايه، راحوا قالوا 10 مليون. قلت لهم 10 مليون؟ قالوا 10 مليون دولار. قلت لهم 10 مليون دولار، فهو بيقولها هو مستكترها. ايوه. عشان انت هتبيع الاثر ده بالتراث ده بتاريخ ده بتاريخ مصر بالكلام ده كله ب 10 مليون؟ قال لي قلت له عموما انا مش انا لازم ارجع للناس اللي انا شغال معاها وارد عليك. تمام. فقعدوا يتكلموا في تفاصيل ازاي ان احنا هنبتدي نتقابل، وازاي ان احنا هييجوا يشوفوا القطعه دي، وان هم مش عايزين يروحوا في اي حته، هم عايزين يبقوا في نفس البيت دوت الناس. قلت لهم ما ينفعش، الناس دي الناس اللي بتاخد حاجات زي كده دي ناس بتبقى كبيره جدا، كتجار اثار وكبار والكلام دوت، فما ينفعش ان هم يخشوا منطقه زي دي. انتوا هتتعرفوا في المنطقه ان انتوا بتعملوا حاجه غلط، انتوا بيت مهجور وناس دخلكم بعربيات قيمه وهيبقى فيها ناس اجانب. طب انتوا ايه ده؟ اقتنعوا بالكلام. انا حبيت ان انا بقدر الامكان ما ينفعش ان انا عشان ما يحصلش مواجهه بين الشرطه وبينهم. تمام. والحمد لله نجحت في ذلك يعني. فاقنعتهم ان انا هحدد لهم المكان والساعه اللي انتوا تتقابلوا فيها. عظيم. بس فخلصنا على كده وروحت، وانا مروح خدت رصاصه طبنجه. قالوا لي خلي دي معاك بس انت خليك فاكر ان احنا ما بنهرجش، تذكار منا ان انت لو الحاجه دي راحت دي هتبقى ليك. وبعد ما ادوك بقى الرصاصه كملنا الحكايه. جينا ابتديت ان انا خلاص اتجهت، انا كنت المفروض ان انا طالع للبيت، وصلت لميدان التحرير، وقفت عند، ما حبيتش ان اتكلم يعني في البيت حتى في الموضوع. عملت تليفون لشرطه السياحه، الضابط اللي هو كان مختص بالموضوع، وكلمته وقلت له والله ما حصل كذا 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 كذا، حكيت له اللي حصل بالتفصيل، وان هو كان مبسوط جدا من طريقه الرد بتاعي، وان انا حاولت ويعني قال كويس ان انا ما رضيتش ان اخلي عمليه الضغط او عمليه البيع تبقى موجوده في البيت اللي هو في المكان دوت. كنا عايزين بغض النظر كله يبقى مثلا تبقى في مكان بره، ونجحت في كده، وهو كان يعني رحبوا في كده. ابتدوا ان هم بقى يحلموا ازاي ان هم هيبيعوا القطع الاثريه، وازاي ان هم بقى حياتهم كلها هتتغير، وازاي عشمتهم بقى ب 10 مليون. لا هم ب 10 مليون. ايوه. فانا وصلت لهم ان انا ممكن اجيب لهم سعر اكبر من ده. تمام. فهم بقى خلاص، يعني انا عملت لهم عمليه غسيل مخ ان انتوا خلاص ما تفكروش تتعاملوا مع حد تاني. وحتى قلتها لهم، قلت لهم يعني اتمنى ان انتوا ما فيش حد تاني يتكلم معاكم في الموضوع ده، عشان الموضوع ما ينتشرش، عشان شرطه السياحه انتوا عارفين ان هي مفتحه عينها، وان البلد كلها دلوقتي مقلوبه عايزه تمسك اي حاجه، فانتوا ما تتعاملوش مع حد. استفدتوا من خطوه منهم. يوم 10/3 كان يوم خميس، ده كان يوم ما شفت القطع. فات الجمعه وانا قلت لهم انا هرد عليكم السبت بعدها بيومين اللي هو يوم 12/3. تمام. يوم 12 ده كنت انا طبعا في شرطه السياحه، قعدنا اتكلمنا وكده، واتفقنا ان هم خلاص وجدوا لي مكان كويس جدا يليق بتجار بقى اثار ويليق بالشغل دوت. رحت استنيتهم على كورنيش المعادي عند دار السلام. طبعا هم شافوا منظر العربيه اللي انا جاي فيها،
اتخضوا. قالوا ايه ده حسوا ان الموضوع بقى بجد. يعني خلاص تجار اثار بجد. خلاص بقى انك هتشتري يعني الكلام بقى اللي انا قايله لهم مع الشكل اللي هم شافوه، فهم خلاص فهموا ان هم ايه خلاص هم ماشيين في الموضوع بجد. فابتدوا يخافوا. فقلت لهم فين القطع؟ قال لك احنا ما جبناهاش. طب ازاي ما جبتوهاش؟ المفروض ان في ناس قاعده مستنيه شوف الحاجات دي. طب انا عايز اخد. راح قالوا لي ايه؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا معاك ان انت تيجي تاخد الحاجه من هنا. قلت لهم يا جماعه انا عشان اجيب لكم، اذا كان انتوا شفتوا العربيه اتخضيتوا، ما لو انا جبت لكم بقى بالناس دي بقى بالفلوس بالكلام ده كله انتوا هتعملوا ايه؟ قعدوا يتكلموا شويه، قال لك خلاص احنا هنركب معاك ونخلي القطع هنا نتفق ونطمن بعد كده نرجع نجيب لك القطع. رحنا المكان. عظيم. مكان ما ينفعش ان هم يخشوا فيه بسلاح، ما ينفعش ان هم لازم يفتشوا. فندق مثلا. ماشي. فانا مش عايز يعني من الخطه برضه ان شفت سياحه نجحت فيها ساعدتني ان ما يبقاش في تفتيش. هم فتشوهم بس بشياكه. هم حسسوهم ان انا حسستهم ان هم داخلين خلاص داخلين ناس مهمه وكده. فطبعا هم كل ما يخشوا في حاجه يتخضوا منظر لغايه ما قعدوا مع الشخص اللي المفروض ان هو يشتري. ولحسن الحظ ان احنا قعدنا نتكلم بالانجليزي، بنتكلم بجد في بيئه اثار. ده لحسن الحظ. انا فاكر ان هم مش هيفهموا احنا بنقول ايه. حتى انا كنت قاعد بتكلم قلت له احنا ممكن اتكلم معايا قول لي اي حاجه وانا اقول لك اوكي ماشي وخلاص. وهم مش هيفهموا. فينا وقتها ما اعرفش انا اتكلمت بجد احنا خلاص بنبيع اثار، وهو الراجل المشتري بيتكلم بجد ان ده وابتدى ان هو احنا نتكلم ونفاصل ونعمل وبتاع وخلاص. انه وصلوا السعر كام بقى؟ 50 مليون دولار. 50 مليون. قلت له انا مش عايز تاريخ في الموضوع دوت عشان انا الناس دي كبيره واظن ان انا كده عداني العيب. انا قعدتكم ووريتكم الناس بجد. اظن ان انا كده انا اللي انا قلته لكم بعمله. الدور عليكم انتوا ان انتوا بقى تكبروني قدام الناس دي عشان ما نخسرهمش. تمام. واتفقتوا بقى واتفقنا. قالوا خلاص ماشي احنا هننزل نجيب القطع ونيجي واستأذنا على كده اهو. تمام. فهم راحوا وانا حبيت ان انا اقعد في الفندق مع افراد الشرطه. فقالوا لي يا محمد ده خلاص يعني استنى منهم تليفون هم هيتكلموك وما يتصلوا بيك روح هاتهم ايه تاني. فانا طلبت منهم طلب مش عارف يعني زي ما يكون قلبي انقبض. قلت لهم والله يا جماعه انا حاسس لو انا رحت تاني الناس دي انا هتاخد هقعد مكاني في دار السلام لغايه ما الحاجه دي تتباع. فهم برضو فكروا فيها في الموضوع لقوا ان كلامي ممكن يبقى صح فخافوا عليا برضو. راحوا لغوا العمليه بسبب الموضوع دوت. فالمهم ان هو اقتنع بيا وقال لي انا بص انا طمنت لك وانا ممكن اعمل معاك اعرض عليك عرض ما حدش هيعرضه معاك تاني. قلت له قال لي يا عم انتوا اتفقتوا على 50 مليون دولار صح؟ قلت له قال لي احنا مش عايزين غير مليون دولار واحد. ومبروك عليك ايه؟ 49. قلت له ده ليه ده كده اسمه طمع وانا لو انا طمعت يبقى كده حرام عليا. قال لي لا ده انت اسمع العرض الثاني. قلت له العرض الثاني هو بقى قال لي ان انت تاخد القطعه الاثريه وانت تروح تبيعها وتجيب لنا الفلوس. طبعا انا حسيت ان ده ممكن اختبار. قلت له لا يبقى انت كده بتهرج وانا مش فاضي للتهريج واحتاج في وش السكه. خلصنا الموضوع على كده لغايه لما جه الاعلان لو كناش احنا عاملين حسابه ان المتحف المصري بيتكلم عن القطع اللي تم سرقتها والقطع دي بالعين. طبعا حاجه مش مقصوده وبره المخطط بتاعنا خالص. يعني احنا قاعدين ماشيين في اتجاه ودي طلعت كده. التليفون بيرن كنت انا في شرطه السياحه. الحق يا محمد ده القطع اللي معانا الجرايد متكلمه عنها. انا اتخضعت يعني صدمت. قلت له ايه ده؟ ازاي؟ طب اقفل هي موجوده على العلبه بتاع الجورنال معاه جورنال كذا. قلت له خلاص ماشي اقفل وانا فكله يعني كله اتضايق ازاي ان احنا ماشيين كانت هتبوظ. قلت له لا انا عندي اقتراح تاني هجيب القطعه دي. قال لي قلت له ما رحت واخد الموبايل اتصلت باحمد اللي هو دخل المتحف. قلت له يا احمد ما فيش وقت انا شفت الحاجات دي الحاجات ابتدت تتعرف
فلازم فيا ابني تتصرفوا لازم منها على الراجل، طول. انا كلمت الراجل دلوقتي ولازم الحاجات دي تخرج دلوقتي وتتباع دلوقتي عشان نلحق ناخد الفلوس، وبعد كده الراجل ده يلبس في الحته مالناش دعوه. يعني الاعلان اللي حصل في الجرنان ده في مصلحتكم. انا لعبت بيه، يعني حبيت ان انا استخدمه استفيد منه بالظبط. فهم ان هم ما كانوا مركزين معايا قالوا برافو عليك ان انت قلت كده، وابتدوا فعلا جهزوا لي كل حاجه في وقت، واتصلوا عملوا اتصالاتهم بالجيش، كلموا القوات الصاعقه وظبطوا كل حاجه تمام. وجابوا لي عربيه واتفقت ان احنا ما فيش وقت. استنيتهم عند مستشفى الفرنساوي في شارع القصر العيني في العربيه وكده، وهم جايين اتصلوا بيا احنا خلاص جينا جاهزين طبعا. معاهم الحاجه. وانا متفق معاهم بقى طبعا، معايا تليفون ان انا بقول للقوات ان انا ايه، ان انت فين، انا فين، هتحرك ازاي، هم متابعينك طبعا. بالظبط مظبوط. لغايه اما جم ركبوا. انا كان عندي هدف الاولاني ان انا اشوف القطع دي. يعني انا كذا مره ان انا احاول اجيبها مش عارف. تمام. كانت اخر فرصه ليا ان انا لازم تجيبها، كانت لازم تيجي. فكنت جايب شنطه بتاعت لابتوب، قلت لهم جبتوا الحاجه؟ قالوا اه. قلت له عايز اشوفها. راحوا موريها عايز تطمن. انا عايز اطمن هي فعلا، انا هي ما تكون اتغيرت. تمام. خدتها منهم حطيتها في الشنطه، رحت حاطط الشنطه تحت رجلي قدام، كنت انا قاعد في الكرسي القداماني. تمام. قالت طب انت تخلي معاك حاجه مين؟ قلت لهم لا خلوها معايا خلاص، انتوا ما تقلقوش، انتوا كلكم عملتوا مهمتكم، الباقي بتاعنا. عظيم. خدت الحاجه حطيتها تحت رجلي ومشينا. معاك هم معاك العربيه. دخلنا عند ميدان سيمون بوليفوار اللي هو في جاردن سيتي عند السفاره الامريكيه. كان بقى وقت ده مكان القبض بقى عليهم. القبض عليهم. دخلنا الشارع، فطبعا هم كانوا عاملين كمين عادي اكنه مروري او كده. فعدوا عربيه، وقفوا كام عربيه قدامنا بحيث يبقى عاديه، بعد كده وقفوا بصوا علينا ما كلموناش عدونا. راحوا قافلين الكمين، مجرد العربيه ركنت جمعوا عليها وتم القبض عليهم. كنت انا طبعا متحد معاهم الاول طبعا. فرحنا دخلنا المتحف المصري هنا. تمام. وطلعنا القطع، وطبعا هم اول ما دخلوا المتحف المصري طبعا ما كنتش عارف كده. انا نفسي ما كنتش عارف كده. اول ما دخلوا المتحف المصري بصوا لي اكيد لازم عرفوا القصه دي. بعض القطع اللي رجعت يا محمد صح؟ في النهايه بشكرك يا محمد، وانت نموذج مشرف بجد للشاب المصري، وان شاء الله نتقابل معاك تاني قريب باذن الله. شكرا يا محمد. انا شايف ان انتوا بترمموا اثار، مظبوط كده؟ ايوه. انا اتعرف بحضرتك. حمد عبد الباقي. ايوه. نائب مدير عام وزاره الترميم. تمام. انتوا بترمموا اثار ايه بالظبط؟ دي اثار الاحداث الثوره. يعني دي الحاجات الاثار اللي اتسرقت يوم 28 وانتوا رجعتوها للوضع ده تاني؟ هي كسرت بنفس الاسلوب دوت. مظبوط. وبدانا احنا يعني دي الصور اللي دي قبل الترميم. يعني بعد ما رجعت تاني بقى اتسرقت ورجعت؟ لا، الجزئيه التمثال ده ما اتسرقش، كان موجود متدمر بس موجود في داخل المتحف. يعني هم سابوه تاني اتكسر بالحاجه. فبدأنا احنا نجمع الاجزاء بتاعته بهذا الاسلوب لغايه ما وصل بالحلقه دي. الوقت نفسه بتاخده فيه قد ايه لغايه الترميم؟ هو الترميم ملوش سقف زمني بالنسبه للوقت، بس ده خد فيه في حدود من 4 ل 5 اشهر. من 4 ل 5 اشهر عشان يرجع تاني للوضع ده. يعني انا شايف ان هو كان متدمر خالص من رجله هنا. هو الخشب كله يعني مكسر، زائد ان هو خشب متهالك بيعمل نموذج من 4000 سنه. الخشب حالته ضعيفه جدا. زائد ان الجزء ده العلو ده كان في الارض، فاضطرينا نثبته على التمثال. فاضطر برضه عملنا كوايل حديثه. تمام. بحيث ان نثبته عليه. فخدت وقت برضه من الخشب لازم يبقى بيتعالج وبيتطور بحيث انه يقدر يسند يشيل الكتلات. انتوا اصلا بتستخدموا في الترميم نفسه المواد اللي بتستخدموها في الترميم ايه؟ المواد اللي بنستخدمها المواد بنعترف بيها عالميا، زائد اكاسيد طبيعيه بالنسبه اذا كان في استكمال او ترميم. تمام. زائد ان بنستخدم ماكرو بالون في عمليه التجميع واللزق بلويد. يعني دي مواد معترف بيها وهي بتستخدم في ترميم الاثار.
مظبوط كده؟ تمام. طب الاثر الثاني، انا شايف يا استاذه انت بتعملي ايه بقى دلوقتي يا استاذه؟ انا بحاول اشوف الغذاء المكثفه في الجوين بتاعها بحيث اني اجمعها مع بعض واجرب اشوفها في جزء من التمثيل، لان في كذا جزء مخصوص منه طبقه التزيين. وبالذات في اجزاء من طبقه التزيين تعرضت لاختلاف، بتبقى هنا مثلا في الدراع الايمن بيظهر فيها ان اللون الذهب محمر. هي دي قشره من الذهب؟ دي قشره من الذهب. هو تمثال من الخشب وعليه طبقه من النسيج وبعديها طبقه جبس، وهو الجبس بس الجبس الناعم. تمام. وبيتحط بعد كده طبقه التزيين. فانا بشوف اقرب جزء وبحطه مكانه. في ثبتنا بعض الاجزاء في ستات زي الجزء ده اتثبت كله، وفي اجزاء في الايد اتثبتت. فبنحاول نشوف اقرب مكان من الاجزاء اللي اتثبتت. تقعدي تمسكوا قطعه بقطعه وتحاولي تشوفي اقرب مكان ليها ايه. بس بنعتمد على كذا حاجه. بنعتمد على اللون الذهبي الموجود على القطعه الصغيره، وبعتمد على الخلفيه. يعني في خلفيه هنا حامله اللون البني ده هو لون النسيج. فانا يبقى هنا طبقه الجبس، يبقى لا يبقى اشوف تدوري في مكان تاني. ايوه عشان دي كده بتاخد وقت، بتاخد مننا وقت ان انت تشوف القطعه تشوف هي فين في الاثر. عشان كده بتاخد وقت، بتاخد مننا. اما كتجميع او اللي هو كان بالحاله ديت تمام، والتجميع ده بياخد مش وقت كتير، بس هو اللي بياخد وقت كتير اللي هو تجميع بس ده لازم يتعمل يعني مظبوط بتأني، بحيث ان ما يبقاش فيه فرق في عمليه ايه تجميع الجزء ده مثلا والجزء ده. احيانا في اجزاء بنضطر ان احنا نعملها استكمال انها مفقوده، وبعد كده بنبني عليها الاجزاء اللي احنا الجزئيه دي كان اصلا ما كانتش موجوده، كانت واقعه برضه. دي اللي يعتبر الرمح، ده الرمح الجندي بس. وهنا في الجزء دوت ده يعتبر الحبل اللي بيصطاد بيه ايه؟ يعني ادوات الصيد. تمام. كل الاجزاء دي كانت زي ما تشير حضرتك كانت على الارض كلها. والاجزاء دي كلها كانت على الارض كلها. فبنجمعها بحيث ان ياخد الشكل الطبيعي. والحمد لله الاجزاء بتاعته كلها موجوده يعني. الاجزاء كلها موجوده، ما فيش اي فقد الا طبقات الجسم اللي كانت مفقوده. تمام. انتوا بعد ما تخلصوا عمليه الترميم يتهيألي تاني بترجعوه فوق في صالات العرض. هو احتمال كبير يتعمل عليه مؤتمر بحيث ان نقول للعالم ان الاثار توت عنخ امون بخير الحمد لله، وفي كفاءات في مصر بترمم. واليونسكو برضه كان متابع معانا عمليه الشغل، اول باول الرمومون مصريين. احنا المرمومون. تمام يعني حضراتكم يعني. تمام. في برضه اثار ثانيه مش توت عنخ امون، اثار ثانيه في بعض الزملاء قاموا بترميمها. بس الجزء بالنسبه لتوت عنخ امون هو الجزء انتوا اللي متخصصين فيه يعني. شكرا. في اخر جولتنا في المتحف المصري حاولنا نوصل مع بعض لحقيقه الاثار اللي اتسرقت اثناء الانفلات الامني، وعرفنا ان اللي حمى المتحف المصري هو شباب بلدنا. ونتمنى لو حد عنده معلومه عن الاثار اللي لسه ما رجعتش يبلغ البرنامج على الفيسبوك او تويتر، واحنا هنبلغ الجهات المختصه. تابعونا في رحله جديده من كنوز.